الحال معلمين. اهلين معتز، ليش تاخرت؟ والله كنت بحارة الرياض وعرفت لك كل شيء عنه. ايه عود اشوف، احكي لي شو اخباره؟ يا سيدي هالشاب حالته بتبكي الصخر. والله يا معلمين بعد ما عرفت قصته حبيته لانه رجال وجدع وقبضاي وبيعجبك. تخيل انه معيش اخواته الاربعه وابوه وامه ميتين، وهي قصه الدكانه طلعت مزبوطه، عمه شلحوا اياها للدكانه، الله لا يشبعه. بتعرف معلمين هذا رياض، من بيته يا شغله ومن شغله يا بيته، بيشتري اكل يا اخواته وبيغسل لهم اواعيهم وبيعمل لهم كل شيء، اي والله شيء بيحزن يا معلم. دخلك البيت اللي قاعدين فيه إلون ولا بالاجرام؟ والله يا معلمي هي ما عرفتها، بس البيت اللي ساكنين فيه يعني بدك تقول يعني شبه خرابه، يعني مثل النجاج، والله حالتهم تصعب على الكافر يا معلمي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بالمختصر المفيد معلمي، رياض شاف فقير ايه بس والشهاده لله انه امين، وسمعته بحارته مثل المسك، والكل بيحلفوا بحياته وبيترحموا على ابوه لانه ابوه كان اطيب وامن منه كمان. طيب يا ابني كتر خيرك، هلا ارتحت لما عرفت كل شيء عن رياض، بس بدي منك تخلي الامر بيناتنا سرة، يعني ما بدي حدا يعرف اني سالت عنه. لا يا معلمي لا توصي حريص، بدك شي غيره؟ لا قول شغلك. ليه؟ دولة يوم مبروك. علينا العز عليه والله. بس بدي أعرف ليش كل يوم بتأخر على الشغل الصبح؟ يا اخي كنت مشغول بقصه ومرقيت، بعدين استاذنت معلمي بالتاخير. لك شو فكرني اجنب ولا عم تشتغل علي لك معتز؟ شو شباب شايفكم مو عاملين شاي اليوم؟ اي والله خرمانين على شي كاسه شاي. تحبوا اعمل لكم شاي شباب؟ لا يستر عرضك انت بالذات، لا تعملنا شي، مو ناقصنا شي موشع هلا. شوف شلون كل رجال الحاره اجوا على التعزايه. مزبوط، مثل ما كان ابوك نزق واخلاقه ضيق. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. الأمر لك أبو معروف. سلام الرحمن الرحيم.